ده اللابتوب اللي انا كنت بمنتج عليه وبقى لي فتره كنت بستخدمه، الاسوس زين بوك اس 16. لابتوب سفاح بصراحه، خفيف، بروسيسور من اي ام دي رايزن اي اي 9 اتش اكس، شاشه اولد تاتش 2K جامده جدا، وكنت باخده معايا في السفريات وبمنتج عليه بره وفي اي حته بصراحه. ولكن اللابتوب ده ناقصه 3 حاجات: بطاريه اكبر، نظام تبريد احسن، وكارت شاشه اقوى. وعلشان كده هنسيب ده ونروح بقى لحاجه فعلا موجهه للكرييتورز، وعلشان كده استقريت على هذا الوحش اللي جنبي باللون الاسود الفخم جدا، الاسوس برو ارت بي 16 اصدار 2025. وده بقى اللي حقق المعادله الصعبه، وكمان عوضني عن الثلاث حاجات اللي انا كنت محتاجهم يبقوا احسن او اقوى في الاس 16. ففي الفيديو ده هقول لك على 10 اسباب خلتني اختار اللابتوب ده، وفي سبب واحد ممكن يخليك ما تختارهوش بس هقول لك عليه في الاخر. لو وصلك الفيديو ده وانت كنت بتدور على لابتوب تشتريه فما تنساش تعمل لايك وتسيب لي كومنت لو معاك لابتوب من اسوس. اول سبب يخليك تفكر في البرو ارت او سلسله برو ارت كلابتوب تستخدمه في شغلك اللي انت صانع محتوى او فوتوغرافر، علشان هو موجه اصلا لصناع المحتوى. فكل حاجه بقى هم مهتمين بيها اللي هي تساعد صانع المحتوى اللي هو يطلع المحتوى بتاعه، من اول الديزاين والتصميم والحجم والوزن، وده مهمين جدا عشان اللابتوب ده بيجي بوزن كيلو و800 جرام بالظبط. وزنه مش تقيل ومش هتسترخمه وانت بتتحرك بيه ومعاك في الشنطه مثلا على ظهرك. وسمكه 14.9 مللي اللي هو السمك المتوسط، مش ارفع حاجه عشان ابقى امين معاك، ومش اتخن حاجه زي مثلا لابتوبات الجيمنج، فمخلي شكله كده سليم ووزنه خفيف، مش هتحس زي ما قلت لك بيه في الشنطه اصلا. ممكن يتقله شويه الشحن اللي هيجي معاه. ومش بس الشكل بتاعه هو اللي روش، اللون كمان ده اللي هو اسمه نانو بلاك، يعني بصراحه يعني لون اسود قاتم مط شيك قوي. عليه كمان طبقه كوتد كده بتقلل البصمات، ولكن هي بتبان بعد فتره لو انت بتعرق بشكل كبير، لا هي هتبان، لكن هي اقل من اي لابتوب تاني غامق عشان اللابتوبات الغامقه هي ماجنت للبصمات. اللابتوب كمان واخد ميليتري جريد اللي هو تم اختباره في درجات حراره عاليه جدا ودرجات حراره قليله جدا، وكمان في اماكن عاليه عشان يستحمل الضغط. مقاوم لرذاذ الميه بمعماريه IP52، لو جه عليه ميه او جه عليه رذاذ ميه ما تكبش عليه، لو جه عليه رذاذ ميه مطره بتاع الكلام ده لو انت بره. مقاوم كمان للاتربه، تم اختباره في ظروف صعبه كتير تاني بقى وفرد والكلام ده. وهنا الهنج بتاع الشاشه دي متين جدا، يعني نادرا ما هيحصل فيه الرول ده الا لو بتهز في رول اللي بيبقى رخم كده. هنا الرول خفيف جدا لو حصل. اصلا الهنج بتاع الشاشه ده متين جدا، افضل افتح واقفل فيه كده، هو اصلا ماسك نفسه. لما بتسيبه عند بوينت معينه تحس اللي هو ايه، يعني خلاص اللابتوب او الشاشه ثبتت هنا. وهو الشكل بتاعه عامه العام سيمبل جدا من الظهر، ما فيهوش دوشه كتير. هتلاقي اللوجو بتاع البرو ارت وهذا هو، مش هتلاقي حاجات تانية. هو لابتوب عارف انت للناس الشيك كده، اللي هو لابتوب ابن ناس قوي في نفسه، ولازم يبقى ابن ناس عشان سعره برضه هنتكلم عليه في الاخر. عندك كمان من ضمن الديزاين والحاجات اللي انا بحبها جدا الفرونت فايرنج سبيكرز اللي هم موجودين قدام وصوتهم بيطلع ناحيتك انت، وده احسن مكان للسبيكرز بالنسبه لي. عندك هنا 6 سماعات من هارمان كاردن بيدعموا دولبي اتموس، صوتهم مش طبيعي. اللابتوب ده صوته حلو، من انضف اللابتوبات اللي انا سمعت عليها، يعني من انضفها. اللابتوب صوته عالي جدا، تريبل بيز، ممكن ما تبقاش محتاج انت توصل عليه سماعات بصراحه عشان انت هتبقى مستمتع وانت بتسمع اي حاجه عليه، بتلعب، بتمنتج، بتسمع فيلم، بتعمل حاجه عليه، هتبقى مستمتع وانت مشغل اللابتوب ده. تاني اهم حاجه تهتم بيها وهي الشاشه اللي هتعرض لك المحتوى اللي انت هتنتجه، واللي لازم تكون بتعرض لك المحتوى بتاعك بدقه الوان عاليه جدا علشان اي حد تاني بيتفرج يبقى شايف الالوان اللي انت شايفها. وهنا عندك واحده من انضف الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، شاشه 16 انش اللومينا اوليد ديسبلاي ال 4K 60 هرتز اللي بتدعم 100% DCI-B3، بتدعم HDR، دولبي فيجن، واخده سيرتيفيكيشن في كل حاجه تقريبا. الشاشه اوريدي بتيجي من الشركه كالبريتد وكل حاجه تمام، بس انت ممكن تعدل على الالوان براحتك وتعمل لها سوفت وير كالبريشن من اول وجديد من خلال الكرييتور هاب، الابلكيشن بقى اللي بتعمل منه كل حاجه، واللي هنتكلم برضو عليه كمان شويه. واحده من انضف الشاشات واعلاهم سطوعا اللي بتوصل ل 500 نتس كبيك، وده سطوع محترم جدا للابتوب وهيخليك تستعمل لابتوب في اي مكان او اي ظروف. شاشه تحفه، زوايا بقى رؤيه تبص لها من اي حته، عليها طبقه من انتي جلير عشان تقلل التوهج. واحده من انضف الشاشات اللي ممكن تستخدمها او تشوف عليها محتوى عشان ما تطورش عليك، وده كان تاني سبب عشان اختار اللابتوب ده. ثالث سبب وهو بقى المواصفات والعتاد والاداء بتاع اللابتوب ده. اللابتوب ده بيجي بمواصفات جباره. اول حاجه البروسيسور الرايزن اي اي 9 اتش اكس 360 بالاضافه لكارت شاشه الار تي اكس 5070، وده كان حاجه يفتقرها اللابتوب الاولاني اللي انا كنت شغال عليه. هو كان بيجي بكارت شاشه اي ام دي راديون، كان كويس جدا وبيخلينا منتج على 4K عادي جدا ولا كأن اي مشكله، ولكن كان محتاج زقه كده في الريندر، كان ممكن يطول شويه في الريندر. ولكن الموضوع هنا مختلف تماما، وخاصه برضو لما بحط جرافيكس تقيله شويه احيانا كان بيتضايق، يعني ويخليني مثلا في البلاي باك مثلا على بريمير
وانا شغال مثلا بمنتج جوه البرنامج، بدل ما بخلي الكواليتي فول كنت بخليها مثلا نص. هنا الموضوع بقى عادي، خليها فول، خليها اي حاجه بقى عادي، مفيش مشكله معاه. وكمان بقى بالاضافه لكارت الشاشه المحترم والبروسيسور الجامد جدا، في كمان وحده ان بي يو اللي هي بتساعد جدا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللي هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي تديك اداء احسن. وكل التطبيقات دلوقتي بقت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالاضافه ان اصلا ايسوس حاطه تطبيقات زياده في النسخه دي اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، هنتكلم برضو عليها كمان شويه. ووحده الان بي يو اللي هنا بتوصل ل 50 تي او بي اس اللي هي بتوصل ل 50 تيرا اوبريشنز بير سكند، وكمان 4 تيرا مقسومين على 2 سلوتس، كل سلوت فيها 2 تيرا. بيسا اي جين 4 اس اس دي بيوصل لسرعات قرايه وكتابه محترمه جدا، وكان نفسي يبقى جين 5 كان هيبقى اجمد بصراحه، بس ما زلت ما عنديش اي مشكله مع سرعه القرايه والكتابه دي، هي محترمه جدا. وكمان عندك 64 جيجا رامات ال بي دي دي ار 5 اكس اللي بتوصل لسرعه 7500 ميجا هرتز. طبعا مش محتاج اقول لك الاداء بتاع اللابتوب، ومش محتاج اقول لك اداؤه في البريمير وبرامج المونتاج عامل ازاي. طبعا هو مش موجه اكيد للالعاب، ولكن تقدر تلعب عليه. انا جربت عليه لعبتين تقال زي كنترول وريد ديد ريدمشن 2، وكنت واخد اداء ممتاز جدا في الاثنين. طبعا مش بيتعدى ال 60 هرتز عشان طبعا الشاشه هنا 60 هرتز، خاصة لو انت مفعل في سync، ولكن انا كنت واخد اداء مقبول جدا. ريد ديد ريدمشن 2 كنت واخد حوالي 50 فريم، بتعلى وتقل شويه على اعلى اعدادات. كنترول نفس الفكره، كنت معلي الاعداد على الاخر وبرده كنت باخد برده اكتر من 50 فريم، ولكن مش دي الفئه اللي موجه ليها اللابتوب ده. بس انت لو حبيت تفصل بشويه العاب هتقدر تلعب عادي جدا. هو موجه اكتر لصناع المحتوى، الناس اللي بتدور على الكواليتي مش الاف في اس، كواليتي الصوره اللي قدامك عامله ازاي، مش عدد الفريمات اللي انت هتشوفها. وهنا اللابتوب ده مش طبيعي بصراحه، مونتاج، تعديل صور، اي حاجه تخص صناعه المحتوى بيقوم بيها باكمل وجه ممكن. طبعا اداء زي ده وعتاد زي ده يلزموا حاجتين. اول حاجه تبريد محترم جدا، وهنا عندك 3 مراوح تبريد بتقنيه ايسوس ايسيد برو ثيرمال تكنولوجي، وكمان عندك ليكويد ميتال، فهنا الحراره كنترولد جدا. ممكن تحس اصلا بشويه سخونيه بس في المناطق اللي هي بعيده عن ايدك، زي مثلا فوق هنا تحت الشاشه، وده في حاله لو انت بقى مشغل اللابتوب على اعلى اعدادات وبقى بترندر ويعني بص جايب اخره، ممكن تحس بشويه سخونيه. لكن في الوضع العادي وانت بتستخدم بقى اللابتوب عادي، بتتصفح، بتتفرج على فيديو، بتعمل اي حاجه عاديه، اللابتوب فعلا ملهوش اولا صوت، يعني انا ما بسمعلوش صوت، وكمان مفيش اي حراره، مفيش اي حراره في اي حته. اللابتوب فعلا بارد، هو كأن مفيش حاجه بتحصل عليه. ولكن زي ما قلت لك ممكن تحس بشويه سخونيه ممكن، وهو في حاله الرندر بقى، وانت واخد بقى معلي الاعدادات على الاخر ورندر صعب ومخلي اللابتوب على اعلى بيرفورمانس ليه، موصل الشاحن بقى وكل الحاجات دي، ممكن تحس بشويه سخونه، ولكن هم بعاد جدا عن ايدك مش هتحس بيهم اصلا. طيب تاني حاجه بقى مع الاداء الجامد ده والشاشه الجامده دي والتبريد وما اعرفش ايه، طب بطاريه بقى، يعني عايزين بطاريه حلوه عشان نستخدمه بره براحتنا. هنا عندك بطاريه 90 واط اور محترمه جدا، خاصه وانت مخلي على الوضع اللي هو الستاندرد العادي ومش مفعل وضع البرفورمانس. ولكن طبعا لو انت محتاج اقوى اداء ومحتاج مثلا تلعب، محتاج ترندر مشروع كبير وشغال على حاجه كبيره قوي في الرندر في الاخر، يفضل لو انت توصل طبعا الشاحن اللي جاي معاه ال 200 واط اللي هيدي لك بقى افضل اداء من البروسيسور وافضل اداء من كارت الشاشه، عشان هما الاثنين سفاحين. ولكن انت عادي ممكن ترندر وتعمل كل حاجه على اللابتوب من غير ما توصل لشاحن عادي جدا برضه. بس البطاريه هنا بصراحه استخدامها كويس جدا، كانت بتديني متوسط حوالي من 5 ل 6 ساعات على حسب انا بعمل ايه، وده كان فرق كبير جدا بالنسبه لي. انا مش محتاج اكتر من كده، ده بالنسبه لحالتي انا. الاس 16 كان بيديني متوسط مثلا من ساعتين ل3 لو انا بستخدمه وفاتح مثلا بريمير والكلام ده وممنتج، هو ساعتين 3 قول لي شكرا حطيني على الشاحن. ولكن هنا لما يوصل معايا الرقم ل3 ساعات ده مور ذان بيرفكت بالنسبه لي. انت بقى محتاج زياده، ما انت شوف لابتوب تاني مع معلم، سيبك من اللابتوب ده وما تتعبناش بقى معاك. بس بالنسبه لي يعني متوسط من 5 ل 6 ساعات، هو طبعا ده مش اكبر رقم، في لابتوبات بتجيب ارقام اعلى من كده بكتير، ولكن هي مش بتبقى موجهه للشغل الكبير قوي، هي يعني موجهه للشغل المكتبي. ودي اللابتوبات فعلا بيبقى فيها بطاريات بتدوم لعدد ساعات اكتر من كده بكتير، مش بيبقى فيها عتاد بيستهلك طاقه كتير، وكمان هي بتبقى مصممه اللي هي ما تستهلكش طاقه اصلا، فبتقعد ساعات عدد كتير. ولكن اللابتوبات اللي بتبقى مصممه اللي هي تديك اقوى اداء الكلام ده، طبعا عدد ساعات بتبتدي تقل شويه. ولكن انا بالنسبه لي 5 ل 6 ساعات لا حلو زي الفل جامد. ده كان ثالث سبب وهو الاداء بتاع اللابتوب. ورابع سبب كان البطاريه اللي انا كنت بشتكي منها في الاس 16. ندخل على خامس حاجه وهي بقى التسهيلات اللي بتديها لك ايسوس مع اللابتوب ده علشان تساعدك تصنع المحتوى بتاعك. زي مثلا بالنسبه لي الكيبورد اللي زرايره دايما مميزه وكبيره وواسعه بعيده عن بعض، هي مش ميكانيكال، هو ممبرين عادي، ولكن ليها احساس كده فيلينج كويس وانت بتكتب على الكيبورد ده. كل زرار ليه
ترافل ديستانس كده بينزلها وتحسسك ان انت بتكتب فعلا. كمان في باك لايت تقدر تشغله او تطفيه وتعليه ب3 درجات. لو انت مثلا بتمنتج في مكان ضلمه تقدر لسه تشوف الزراير، هتلاقي محفور عليه عربي وانجليزي بما انه موجه للاسواق العربيه. كمان عندك هتلاقي زرار الكوبايلوت اللي بيخليك تاكسس على طول على كوبايلوت، تقدر بقى تساله تظبط معاه فكره، يظبط معاك فكره، يساعدك في الافكار اللي في دماغك او تعمل حاجه بضغطه زرار هتلاقي نفسك وصلت على طول. كمان بقى عندنا التراك باد الكبيره المشهوره بتاع السلسله دي، ويمكن دي اكتر حاجه انت بتستخدمها كصانع محتوى، تراك باد او ماوس. لو مش هتستخدم ماوس هتبقى محتاج تراك باد كبيره، ولكن مش دي اكتر حاجه تميز السلسله دي. اللي هتلاقيه دايما في التراك باد في اقصى الشمال كده فوق، وهو زرار بيخليك تقدر تتحكم في اي حاجه بتقدر تخصصها من جوه ابلكيشن كريتور هاب. زي مثلا انت تقدر تعلي سطوع الشاشه، تتحكم في الصوت، ممكن تخليه او تخصصها ان انت تحط منيو او قائمه من القوائم مثلا بتاع تعديل الكالر جريدنج جوه بريمير، وتقدر تتحكم فيها من خلال الداير باد دي. بتقدر تلف كده يمين وشمال، بتقدر تكنترول الحاجه اللي انت بتوظفها او بتختارها. وطبعا انت لو مش محتاجها بتقدر تقفلها عن طريق انت بتسحب كده مع اليمين في دايره كده هتلاقيها في التراك باد، بتسحب كده لتحت بتلاقيها نورت الدايل باد كده شغاله، بتسحب تاني كده قفلت لو انت مش محتاج تشغلها. طبعا انت ممكن توظفها زي ما قلت لك في وظائف كتيره جدا، وهتسهل عليك توصل لحاجات بسرعه بدل ما تفضل تدور عليها وتطلع من بره التطبيق والكلام ده. مش بس كده، ايسوس المره دي بقى ضافوا حاجتين جداد او برنامجين جداد بيعتمدوا بالكامل على الذكاء الاصطناعي. اول برنامج هو الستوري كاب، ده برنامج بيشتغل من غير انترنت، يعني تقدر تاكسس عليه من غير انترنت. فكرته اللي هو بيحاول ينظم لك كل صورك وكل شغلك وكل الحاجات اللي انت بتصورها في حياتك، سواء بقى انت بتربط بيه فايلات معينه او فولدرات معينه عندك على اللابتوب. بيقدر هو بقى يظبط لك الفولدرات دي او الصور اللي جوه الفولدرات دي، بيقسمها للوكيشنز، اماكن الصور دي اخدتها فين، التواريخ، الاشخاص لو فيها اشخاص، بيقدر يظبطها على حسب هو شايفها بالذكاء الاصطناعي تتبع انهي كاتيجوري. فبيقدر ينظمهم لك في فولدرات وحاجات كده بحيث انت تقدر تاكسس عليهم، تقدر تسيرش بسهوله باي اسم حاجه انت مثلا مسميها بمكان انت فاكر انت صورت فيه. بصراحه تطبيق جامد جدا، وبالاضافه انت بتقدر تاكسس عليه من غير ما تحتاج نت. تاني تطبيق وهو الماستري، وهو تطبيق بيعتمد بالذكاء الاصطناعي اللي هو بيساعدك على انتاج فكره وانتاج صور بالذكاء الاصطناعي. انت مجرد بس بترمي له البدايه، بترمي له الفكره ان انا مثلا عايز اعمل صوره فيها بني ادم قاعد بيتكلم مع بني ادم، ابتدي اقترح عليك مثلا ممكن نخليهم في مكان معين، نبدا نخليهم في نزود حاجه جنبها وهكذا. تفضل بقى ماشي معاك القصه، ويقدر يجمع لك الصور دي كلها ويجمعها مع بعض في الاخر، وتقدر تعمل زي كليب او فيديو في الاخر، حاجه كده زي ما قلت لك وهي مبنيه بالكامل على الذكاء الصناعي. تقدر تلعب معاها بقى وتعمل افكار في دماغك كتير. نتكلم بقى على سادس حاجه وهي الكونكتيفيتي والبورتات اللي موجوده في اللابتوب ده. اللابتوب ده فيه كل البورتات تقريبا اللي انت محتاجها، واهمهم مثلا انا بالنسبه لي بحب قوي المدخل اس دي اكسبريس اللي انا بحط فيه الكارت ميموري على طول، مش بقى مضطر مثلا ان انا امشي بريدر معايا، لا انا بحط الكارت على طول. كمان هتلاقي عندك مدخل تايب سي جين 4 اللي بيوصل لسرعه 40 جيجا، وكمان عندك مدخل تاني تايب سي جين 3، وعندك مدخلين تايب اي 3.2، وعندك مدخل اتش دي ام اي 2.4 اللي بيطلع اوتبوت لغايه 8K، تقدر توصله على شاشه 8K عادي، ومدخل الاوديو الكومبو جاك اللي هو 3.5 مللي. فدي تقريبا كل المداخل والمخارج اللي انت ممكن تكون محتاجها. بالنسبه للشبكات والواي فاي، هو بيدعم واي فاي 7، وعندك كمان ايسوس واي فاي ماستر بريميوم، فما تقلقش من الكونكتيفيتي خالص. هو بصراحه يعني شبكات كده سرعه انترنت وثبات وبنج ما تفكرش فيهم بصراحه. وكمان لو بتعمل اونلاين ميتنج عندك كمان ويب كام فول اتش دي 60 هرتز، الكواليتي بتاعتها مقبوله جدا. وكمان عندك 3 مايكات بيعتمدوا على الاي اي نويز كانسليشن، بيقلل جدا من النويز او الدوشه حواليك لو انت في مكان دوشه. نخش بقى على السبب رقم 7، عندك مثلا انظمه الحمايه والامان في هذا اللابتوب. عندك مثلا زرار بيقفل الكاميرا تماما، هو حتى لو انت فتحت تطبيق الكاميرا هو مش هيبقى شايف اي حاجه، لازم تشغلها من الزرار الموجود في الكيبورد. كمان عندك تقنيه ويندوز الو اللي بتعتمد على الفاشل ريكوجنيشن وشغاله كويس جدا، بيفتح بسرعه. وندخل على السبب اللي بعده. اللابتوب ده يا صديقي بيجي لك كده معاه باكج كده شويه حاجات، زي مثلا شنطه شيك جدا بتبقى جاي مع اللابتوب ده عشان تقدر تتحرك بيه ويبقى معاك في كل حته. وبيجي كمان معاه 3 شهور اشتراك ادوبي كلاود فور فري، وكمان 6 شهور لكاب كات. ونيجي بقى لاهم سبب واخر سبب وهنعتبره رقم 10، وهو الضمان. ضمان ايسوس اللي هو البيرفكت وارنتي برو، اللي هو بقى برو. ليه بقى برو؟ علشان دلوقتي هو بيشمل تصليح كل حاجه في الجهاز. لكن الجهاز ده وقع منك كده كسرته، تمام، انت بتروح تقول لهم والله اللابتوب ده اتكسر واتفشفش، خلاص هم بيصلحوه او بيدوا لك واحد جديد على حسابهم، مش بتدفع ولا مليم. وبرده لازم تكون عملت حاجه مهمه جدا، ان انت سجلت اللابتوب او عملت ريجستريشن بالضمان في اول 3 شهور من تاريخ شرائك لهذا اللابتوب. يعني معاك 90 يوم تسجل في الضمان. طب انت عديت ال 90 يوم وما سجلتش، بتاخد الضمان العادي لو بيشمل عيوب الصناعه.
مش عيوب الاستخدام. لكن انت سجلت اللابتوب بتاعك في اول 3 شهور يا معلم، بتاخد ضمان حتى ضد عيوب استخدامك انت، ودي بقى ميزه عظيمه جدا. الواحد بيبقى ماشي في امان الله، تلاقي اللابتوب اتخبط، وقع منك، جه عليه ميه، معرفش ايه الحاجات اللي هي الكارثيه اللي بتحصل لنا دي. واي واحد بيمنتج دايما بيبقى قاعد جنبيه كوبايه حاجه، يا شاي بقى قهوه، هو جنبيه حاجه. فبرضه لازم تدور على ضمان يحميك برضه لقدام ضد عيوب استخدامك انت، عشان لو حصل في الامور امور يعني في شركه هتشيل وراك اللي انت عملته. ودي كانت اهم الاسباب اللي خلتني ممكن افكر اشتري هذا اللابتوب. في سبب بقى اخير، وهو سعر اللابتوب ده بالمصري حوالي 153 ألف جنيه تقريبا، بالدولار بالريال بالدرهم هتلاقيهم ظاهرين قدامك على الشاشه. طبعا انا عارف ان هو رقم مش قليل، وطبعا كالعاده في اي فيديو لابتوب لازم اقول الكلمتين دول في الاخر، ان السعر ده يعمل لك بي سي جامد جدا. لا جامد جدا يعني. ولكن البي سي هو حاجه موجوده معاك في البيت، انا مش هقدر اشيلها واخدها معايا وانا مسافر، مش هقدر اشيلها وانا بتحرك، مش هقدر اخدها معايا في اي مكان وانا بتحرك. ولكن اللابتوب هو حاجه بورتابل بتاخدها معاك في اي حته. وطبعا لو انت عايز اداء محترم جدا ونفس الكواليتي اللي انت باني بيها البي سي بتاعك، لازم هتدور على اللابتوب بشاشه كويسه، باداء كويس، بكل حاجه كويسه، بالاضافه لشويه مميزات اضافيه بتفرق مثلا لابتوب عن لابتوب تاني، من لابتوب من شركه لشركه تانيه. وكل الحاجات دي انا عارف بيبقى ليها سعر. فزي ما قلت لك هو سعره اكيد مش قليل عشان تاخد بالاداء دي، بالشاشه دي، بالمواصفات دي، بالحجم ده، بالشياكه دي، اكيد هتدفع. تمام. فانت لو محتاج تشتري هسيب لك رابط الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن، وهتلاقي كل مواصفات بقى اللابتوب وكل الحاجات تاني لو انت عاوز تعيدها هتلاقيها برضو في اللينك اللي انا هسيبه لك. بس وكده انا اكون خلصت. اتمنى اكون ساعدتك وفدتك ان انت ممكن تقرر تشتري هذا اللابتوب او لا. ولو اشتريت لابتوب من ايسوس قبل كده ابقى شاركني باسم الموديل تحت الفيديو في الكومنتات. وبس يا معلم، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان اعرف اشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.